السلام عليكم. اليوم أقدم لكم طريقة عمل كبة البرغل القلي بمقادير جدا بسيطة وبطريقة عمل أيضا بسيطة. المقادير اللي أحتاجها هي البرغل الوسط والبرغل الناعم، مو جريش برغل. هذا شوفون هنا البرغل الناعم عندي، هذا برغل ما أدري واضح لكم أو لا، حبايات ناعمة حيل هذا. وأحتاج وياه برغل وسط، هذه حبايات شوفوها، هاي حبايات البرغل الوسط. هنا أنا استخدمت كوب برغل وسط مقابله كوب برغل ناعم. وهي ذول المقدارين أحتاج هنا ملعقة أكل طحين التمن. اللي ما يتوفر عنده طحين تمن يقدر يستخدم نفس المقدار تمن عادي يعني، ويهدره وياه. يعني هسه من اشرح لكم طريقة العمل اوضح لكم شلون الطريقة تكون. هنا ويا هذه المقادير اللي خاصة بالعجينة احتاج نمو بصرة ملعقة صغيرة، وكبابة ملعقة صغيرة، وكمون ملعقة صغيرة، وصودة او بيكربونات الصودة ربع ملعقة صغيرة، واحتاج وياها فلفل اسود وملح. اما الحشو فهو اي حشو يتوفر عندكم. انا مقدمت لكم حشوة اللحم وحشوة الدجاج، اي حشوة ترغبون بها عادي. واحتاج ويا كل هذه المقادير مي. طريقة العمل جدا سهلة. اخذ كوب البرغل انزل هنا، واخذ هذا البرغل الوسط طبعا، واخذ كوب البرغل الناعم، واضيف لهم ملعقة الاكل طحين التمن والفلفل والملح، يعني كل المكونات، ونمو بصرة والكبابة والكمون والصودة. الصودة يخلي هشاشة بكبة البرغل. اخلطهم شوية. هنا بعد ما خلطتهم نسيت اذكر لكم احتاج وياهم ربع كوب نعناع. نعناع هنا طازج. اذا ما يتوفر عندكم النعناع الفريش ايضا تقدرون تستخدمون النعناع اليابس عادي، يعني باودر. انا ما متوفر عندي هسه النعناع اليابس. وهذا الكوب الثالث، وهذا الكوب الرابع. هسه هذا اخلطه. هاي هنا بعد ما خلطتهم راح اشغل لهم الحرارة على حرارة وسط او هادئة، خاصة المبتدئين حاولون على هادئة، او نظل نقلبها كل 5 دقائق كل 10 دقائق الى نشوف الحبايات تتفتح كلها. بالنسبة لهذه المقادير تقدرون تضاعفوها، يعني أي كمية تحبون تضاعفوها. هسه أنا خليت 1 برغل وسط، 1 برغل ناعم، وعليهم 4 أكواب مي. هاي هنا صار لها ساعة تهدر، طفيتها على أوطى حرارة. شوفوها هنا العجينة شلون صارت تشكل. طبعا هاي هسه كلش حارة، راح أتركها شوية تبرد. شوفوا هنا هسه اشوفكم، هاي شوفوا من اضغط عليها هيجي تاخذ الشكل. اشوفكم اياها اقرب. شوفوا الحباية شلون تنمرد هيجي. هنا البرغل صار دافي. هسه ابدي اخليه بمحضرة الطعام. اللي متوفر عنده محضرة طعام عادي يقدر يعجنه بايده. اخليه تقريبا نص الكمية. شوفوا صار عندي هيجي، اقدر اشكلها بشكل عجينة. هذا هسه افرغه واخلي الكمية اللي بقت عندي، وابدي افرغ. هاي الكمية هسه كلها كملتها، راح ابلل ايدي وابدي اعجن بيها. كبة البرغل كل ما تعجنوها كل ما تعطيكم نتيجة افضل. هنا عجنتها وكملت، شكلت هاي الاشكال وخليت الطاوة على الحرارة. طبعا الزيت لازم يحمى حيل. يلا نبدي نقلبيها. هسه اشكل كم قطعة قبالكم. هاي تبللون ايدكم وهالشكل تاخذوها تكوروها وتفتحوها. بعد ما تفتحوها تضيفون لها الحشو. شو تحبون تضيفون الحشوهم على راحتكم.
تقدرون تضيفوا له لوز، تضيفوا له كشمش. هذا الشكل. ابدي اجمعها هيجي، اجمعها واضغط عليها. شوفوا، ارجع ابلل ايدي شويه واكورها، الف هيجي. شوفوا اضغط عليها بين راحة ايدي وبهاي المنطقة هيجي، اخففها ارققها يعني هنا وافرها هيجي. الكبة هواية خوات، أي نوع من أنواع الكبة يقولون تنفل عندنا. السبب الكبة تنفتح عندكم إذا الزيت كان مو حامي. شوفوا هسه أنا هاي واحدة من القطع خليتها مجمدة عندي، هاي سابقا أنا مسويتها. هسه أقلي لكم إياها وشوفوها ما تنفتح وما عليها أي شيء. إذا كان الزيت عندك حرارته مو كافية راح تتفتح حبايات الكبة من تقليها. أما إذا حميتي زين فالكباية راح تتقلى وما عليها أي شيء. هسه أشكل لكم قطعة ثانية من هاي الشكل هيك، تدوروها وتبدون تضغطون عليها هالشكل. هاي هنا هاي المنطقة تخليها من بين اصابعك وهيجي تبلين ايدك. هسه اخلي له حشو. بعد ما ضفت له الحشو راح ابدا اضغط عليه هيجي واجمعها، ومن هنا ابدا اكورها. وشوفوا هاي صارت جاهزة. اهم شي تضغطون عليها هيجي حتى تبقى بيها فتحات وتنفتح عندكم. هاي هسه جهزت هاي الكمية راح ابدا انزلها، وهاي القطعة الجامدة ايضا انزلها بهالشكل. خلصتها وهذا شكلها النهائي، وطعمها جدا طيب ومقرمشة. لكن اهم نقطة اللي احب اذكركم بيها من تقلوها ان كانت جامدة او غير جامدة لازم تحمون الزيت زين، يعني تحموه حيل. يا الله تبدون تنزلون الكوبايات بيها، ومن تنزلوها لا تحركوها الى ان كلها تبدي تاخذ لون، يا الله تبدون تحركوها. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هاي التجربة من مطبخي فيرست.